يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت اشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها. النهاردة هقدم حاجة حلوة خالص، البوريك المصري مش التركي. حاجة كده فوق الخيال، طعم وريحة في منتهى الجمال والروعة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. جبت اللحمة المفرومة، عصقتها ببصلتين 2 مفرومين، ونص كيلو لحمة مفرومة، معلقة سمنة ومعلقة زيت، والبهارات بتاعتك ملح وفلفل أسمر وزنجبيل والسبع بهارات. بس تشوحيهم على النار لغاية ما تستوي. كده عملنا اللحمة العصاج. يلا نبتدي مع بعض الوصفة بتاعتنا. جبت نص كيلو جلاش. هناخد القطعة الأولانية هنفردها، وهنجيب ميكس دهون عبارة عن سمنة مع زيت، نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت. هنسيحهم مع بعض عشان تبقى دي المادة الدهنية بتاعتنا بتاعت الوصفة بتاعت النهاردة. وبعدين بعد ما نحط القطعة الأولانية من الجلاش هنحط عليها المادة الدهنية، وبعدين القطعة التانية وبرضو المادة الدهنية. وممكن نعزز الجهة اللي احنا هنحط عليها اللحمة المفرومة عن طريق اللي احنا بنحط قطع او شرايح طولية من الجلاش، علشان لما نيجي نفردها الجلاش ما يتقطعش مننا. بس كده. وقبل ما انتي تلفي لنهاية الجلاش لازم انت تحطي مادة دهنية وتقفلي عليها كويس جدا علشان الحشوة ما تخرجش من الجلاش. بس كده. هنعمل ورقة تانية برضو هكذا. الورقة الأولى نحط المادة الدهنية، وبعدين الورقة التانية، وبعدين نحط المادة الدهنية، وبعدين نعزز برضو الجهة اللي هنحط عليها اللحمة المفرومة، نعززها بالشريحة من الجلاش. بس كده. هنحط بقى شوية محترمين من اللحم العصاج ونلفه. وقبل نهاية الجلاشة قبل ما تقفليها لازم تحطي شوية حلوين من المادة الدهنية عشان تقفل معاكي كويس جدا وما يخرجش منها الحشوة زي ما انا قلتلك. وهكذا وهكذا لحد ما نخلص الصينية بتاعتنا. شفتي الحلاوة؟ شفتي الجمال؟ ايه الطعامة دي؟ حاجة في منتهى الجمال والروعة. بس كده عملنا الصينية بتاعتنا. بس قبل ما ندخلها الفرن شوية مادة دهنية اللي هي عبارة عن الزبدة وشوية الزيت هنحطهم على الوش عشان تعمل اللون الجميل البرونزي بتاعنا، ونسمي الله ونحطها في الفرن. بعد ما طلعت من الفرن لازم اللي احنا ما نسويهاش التسوية الكاملة، لازم نص تسوية. انا مش عايزاها تنشف لغاية ما اعمل الوش بتاعها اللي هو عبارة عن بيضتين 2 وكوباية لبن، شوية ملح وشوية فلفل اسمر. هنضربهم جامد ونحطهم على الوش. ده اللي بيعمل اللون الخطير وبيعمل الجوسي بتاعها اللي هي تبقى طرية من جوه ومقرمشة من بره. نسمي الله ونحط الطبقة بتاعة اللبن والبيض على الوش. بس كده. نرجع تاني نحطها في الفرن علشان تستوي بقى للآخر. بعد ما دخلت الفرن وخرجت ما شاء الله تحفة 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 بجد، ريحة وشكل وطعم يعني بجد في منتهى الجمال والروعة. يا ريت يا ست الكل تعمليها لحبايبك، صدقيني مش هتبطلي اللي انتي تعمليها على طول. الاكلات دي فعلا لما بتتعمل بحب وسعادة بتطلع حاجة وهم جميلة جميلة جميلة. والله مش ببالغ، بس بجد بالحب يا جماعة تقدري تعملي اكلات ووصفات حلوة خالص احلى من الاكل بتاع بره. وكفاية اللي هو اكل بيتي طعم ما شاء الله بألف هنا وصحتين.
انا دلوقتي هزينها شوية من طبقة كده، من طبقة السماق. السماق ده بيدي ريحة حلوة خالص وشكل جميل. وهقطع منها قطعة حلوة كده محترمة علشان ادوقها، ما انا لازم برضه ادوقها. يا ريتكم كنتوا معايا، كنت هتشموا ريحة البوريك حلوة خالص. وبسم الله ما شاء الله، شفتوا سخنة خالص، الدخان طالع، انا مش قادرة اصبر، لازم أنا ادوقها دلوقتي. واللحمة المفرومة العصاج حلوة ودايبة دوب. الله، حاجة كده جوسي من جوه ومقرمشة وطعمة من بره. يا ريت يا ست الكل تجربيها. ما شاء الله، حاجة كده حلوة خالص. ممكن لو انت عايزاها ناشفة شوية، ممكن ان انت تقللي من كمية البيض واللبن. شفتي اللون من تحت ومن فوق خرافة. لا ده انا مش قادرة ابطل بصراحة. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. واستنوني مع طريقة جديدة وطبخة جديدة من مطبخ كوكي. يا ريت لو عجبكم الفيديو، مستنية تعليقاتكم. بحبكم في الله.